تعال افكرك في 11 ديسمبر سنة 83 ايه اللي حصل. التاريخ ده كانت ذكرى مش احسن حاجة للنادي الاهلي، لان وقتها النادي الاهلي خسر بطولة افريقيا ابطال الدوري امام كوتوكو. على فكرة قبلها بسنة كان النادي الاهلي كاسب البطولة دي قدام كوتوكو، فكانت فرصتهم ان هم ياخدوا طارهم من النادي الاهلي. ماتش القاهرة كان خلص 1-1، ولكن في ماتش العودة في كوماسي النادي الاهلي خسر ب1-0. كان الملعب متقفل 70 او 80 الف متفرج. النادي الاهلي كان برضو منقوص من بعض لاعبيه زي اكرامي ومدحت رمضان وربيع ياسين. بيقال ان الحكم كان منحاز شويه لنادي كوتوكو. النادي الاهلي على فكره وقتها صمم ان هو ياخد الشريط ويعرضه بعد كده في التلفزيون المصري عشان الجماهير تشوف هو خسر ليه. كانوا بيستخدموا العنف ضد لعيبه النادي الاهلي، لدرجه ان بيقول لك طاهر ابو زيد ما كملش الماتش اصلا من كتر العنف، والحكم ما كانش بيحسب حاجه. بيقال ان الهدف كمان اللي دخل كان اوفسايد، ما كانش هدف صحيح. بس كل دوت اقاويل. بيقول لك بعد كده ان الاهلي خد الشريط وجابه عشان الجمهور يهدى ويشوف هو خسر ازاي. بس بطوله وخسرها النادي الاهلي، وكالعاده بيرجع اقوى بعد كده. انا كده خلصت النهارده، اشوفكم بكره. تعال افكرك.